سيدنا إبراهيم كان بيحب سيدنا إسماعيل جدا، وده طبعا مش غريب لأن سيدنا إبراهيم قعد فترة كبيرة جدا من غير ما يكون له أولاد، وكان قلبه مشتاق جدا لأولاد من صلب. ولما وصل 86 سنة ربنا رزقه بسيدنا إسماعيل من السيدة هاجر. لما سيدنا إسماعيل كبر وبان عليه الرجولة أصبح رفيق وصاحب أبوه في الحياة، وكانوا مرتبطين ببعض جدا، مش فكرة أب وابن ولكن بقوا أصدقاء حتى. ولما سيدنا إسماعيل وصل 12 سنة جه لأبوه حلم في المنام. سيدنا إبراهيم يشوف في المنام إنه بيذبح سيدنا إسماعيل، وأول ما شاف الحلم راح على طول يقول لسيدنا إسماعيل، وكان الرد من سيدنا إسماعيل بيقول له: يا أبتي افعل ما تؤمر، إن شاء الله أنا هكون من الصابرين. ركز معايا بقى، هنا سيدنا إسماعيل عنده 12 سنة، ايه يفهمه في الطاعة اصلا، ولكن يجي الرد منه كأنه ابن ال80. المشهد ده فيه اعلى درجات الحب بين اب وابنه، ولكن في نفس الوقت فيه اعلى درجات الطاعة والتسليم لامر ربنا. بس السؤال بقى هنا اللي بيفرض نفسه واللي بيدور في خلد كل واحد فينا، هو ليه ربنا يأمره بكده؟ خليني افكرك تاني ان سيدنا اسماعيل مش مجرد ابن، ولكن حلم تمناه سيدنا ابراهيم على مدار عمره. ولما ربنا طلب من سيدنا ابراهيم انه يذبح سيدنا اسماعيل ما كانش عشان يذبحه فعلا، ولكن ربنا أراد أو شاء إنه يختبر سيدنا إبراهيم في أغلى حاجة عنده، واللي هو ابنه الوحيد اللي جه بعد سنين طويل. وكأن ربنا عايز يحرر قلب سيدنا إبراهيم من التعلق في الدنيا. فلما سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل سلموا الأمر لله خلص الاختبار، وربنا عز وجل فدى سيدنا إسماعيل. وبده نكتشف إن ما كانش المقصود هو الذبح الحقيقي اللي إحنا عارفينه، ولكن كان مقصود ذبح الهوى، يعني كسر التعلق وحب الدنيا في قلب سيدنا إبراهيم. الفكرة هنا إن البلاء ما كانش في الذبح نفسه، ولكن في فكرة انك تفارق اغلى حاجة عندك في الدنيا، لا وكمان بايديك، وتكون مؤمن بده وتكون راضي كمان بده. زي ما يكون ربنا بيوصل لك رسالة ان اكتر حاجة في الدنيا هتحبها ربنا هيختبرك فيها، والهدف انك تكون بتفارق الحاجات دي كلها عشان بس ربنا طلب منك كده، وتكون مستعد تفارق اي حاجة بتحبها مهما كانت لو ربنا طلب منك كده، والا يبقى في قلبك جزء مش خالص لله عز وجل. اي حاجة ممكن تبقى صنم في قلبك لو اخدت مكان غلط ومكانة غير مكانتها، سواء حلم او شهرة او اولاد او حتى نفسك. سيدنا اسماعيل مش مجرد ابن في هذه القصة، ولكن رمز لكل حاجة بنتعلق فيها. فحب الدنيا ماشي، لكن ما تتعلقش بيها، لان الاختبار لو جه لازم تكون راضي ومؤمن بده، لأنك لله وليس لأحد غيره. واشوفك إن شاء الله على خير. سلام عليكم.